ودي تصرا اكبر مقلب خديتي في حياتك هي هذيك اللي جالسه فيك. وانت الضحك راه فيك، الضحك راه فيك، راه كلشي كيضحك عليك وانت ما سايق ديال اخبار راضي على السخط ديالها. انا مسخوطه او من بعد الله يكون حنا ما نسيروا للخلو وتفرقعوا. علاش باك ما يخرجش يضرب عليكم تماره ولا مولف ياكلها بارده وانت كتقولي اختي ما كنتش مسخوطه انت السلام عليكم بنات، دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. غادي ندوز نهضر معكم على الشوهه المغربيه، بغيت نقول الاسره المغربيه. الاسره المغربيه اللي ما عندها حتى شي علاقه لا بالاسره المغربيه لا بالمجتمع المغربي. صراحه دوزام تحياتي ليك لانك تطرقتي لهذا الموضوع وحطيتي لينا الشوهه المغربيه في العماريه هي وامثالها. حطوا نماذج، فعلا نماذج اللي موسخين اليوتيوب المغربي. حطوا الشوهه المغربيه، الاسره المغربيه، اسماء بيوتي، وكذلك حطوا ناعمه البدويه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالبدويه اللي حنا تعرفوا ان البدويه مراه محافظه. وحطوا كذلك روتيني اليومي اللي هي دابا راه في الحبس وهي خاصها تجر مع دوك النماذج والحشرات اللي بحالها. بالصدفه انا كنت كنشوف ويطلع لي الفيديو ديال اسره مغربيه داير مقلب. ودي على المقلب، ودي تصرا اكبر مقلب خديتي في حياتك هي هذيك اللي جالسه فيك. وانت باغي تضحك الناس، الضحك راه فيك، الضحك راه فيك، راه كلشي كيضحك عليك وانت ما سايق الدنيا اخبار. الضحك فيك، معيش معاك مسخوطه وراضي عليها، راضي على السخط ديالها. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. الكماره والوجه اللي عندك راك ما كتحشموش عليه. قال لك النفس والرجوله، انت راه ما عندكش الحس ذره ديال الرجوله ما كتكسبهاش، لانك كانت عندك ذره ديال الرجوله ما غتخليش بنت تخرج وتقول انا مسخوطه او من بعد. عايش مع مسخوطه تمها. راه مسخوط الوالدين راه يبان فيه عاجلا ام اجلا. وهذيك اللي جالسه حداك حتى هي كضحك. بلاتي الله يطليكم، حنا ما نتفارقوش وحنا بنات الله يطليكم راه قال لك طاح الحك وصابغطاه. زعما تلاقيتو نتوما النوابغ. كلمة صادق اقول لك من انت. شكون زعما؟ راه بحالك بحاله سبحان الله العظيم. ما فيكم لا حياء لا حشمه لا عزه النفس لا الرجوله لا حتى شي حاجه ما فيكم. قمه الحقاره وقمه الدناءه وقمه الرداءه وقمه الميوعه في هذاك الفيديو. رسالات مشفره، حنا ما غنتفارقوش، حنا ما والله يطليكم سيروا للخلو وتفرقعوا. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. ما فهمتش انا السيد مشجع البنت ديالو، البنت اللي ضربت الام ديالها، ضربت عليها تماره وقالت ما كتعطيناش الحنان، ما كديرش فينا. داك هو الحنان انت اللي عطيتيه ليها. اللي ضربت عليكم تماره كانت تخرج. علاش باك ما يخرجش يضرب عليكم تماره ولا مولف ياكلها بارده، مولف يا المسخيخيطه. وانت كتقولي اختي ما كنتش مسخوطه، انت اختي اللي قلتي مسخوطه، انت اللي قلتي انا مسخوطه او من بعد بصحتي. وبصحتك اختي، بصح حنا اختي ما عندناش. اختي انا كنشوف شي واحد مسخوطه كنهرب منه. الله يستر اختي، الله يستر. انت مسخوطه وباك راضي عليك حيت مسخوطه. والله يستر، من علامات الساعه هذه، والله الا من علامات الساعه. دايره لايف على قدو، خارجه شترشمات امها، شبعت فيها معيور. واش ما كاينش رقابه على هذا الشيء؟ واش ما كاينش رقابه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك امك ثم ابوك. واش دابا امك هو باك؟ واش دابا امك هو هذاك اللي جالس حداك؟ راه امك تكون كيف ما كانت ما تخرجيش ديري فيها هذه الحاله. ولو تكون ما عرفت كي دايره من اي مله، هي ما غديريش فيها هذه الحاله. علاش؟ انها كتبقى امك وضربت عليك تماره. راه يكفي انها كانت تخرج في الصباح وتضرب تماره وتجي باش توكلك وتقرك في المدارس. راه هذاك اكثر منه ما كاينش. الحنان كان خاصها هي بعدا باش تعطيه لك. الحنان كان خاصها هي، مادام هي كتضرب تماره فخاص الزوج يحن عليها باش تعطيكم نتوما الحنان. شمن حنان كتسولي عليه؟ هذا هو الحنان انت اللي عطيتيها باش تنوضي انها تقولي الله يرحم والديك ماما ضربت علينا تماره وتكرفت علينا، الله يرحم والديك. هذا هو الحنان اللي كتعطيها، هذا هو الحنان. راه الله سبحانه وتعالى قال لك والديك تعاملهم بالمعروف ولو يكونوا ما عرفت كدايرين، الا كانوا كيدعيك انك تشرك بالله. فانت الام ديالك ضربت عليك تماره كامله ومع ذلك باقا كتخرجي عينيك وتقولي درنا وبغات دخلنا للحبس وعلى باطل وعلى هذا وعلى هذا. وسكتي سيدي تكمشي وسيري تطلب الله يغفر لك على هذا الشيء اللي درتي. راه عمر مسخوط الوالدين ما يزيد في حياته القدام. راه واخا يزيد كيحسب لي راسو كيزيد وكيشري فيديوهات ويفرج حساب لك راسك كتزيد القدام، راه كترجعي في اللور. عمر ربي ما يرضي عليك، لان قال لك رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. انت كيفاش باغا ربي يرضي عليك وانت امك ساخطه عليك وانت كتقولي انا مسخوطه وفرحانه، والاب ديالك راضي عليك حيت انت مسخوطه،
وزيد مكملها داير مقلب، وراه هو اصلا واخد مقلب. والله ما فهمت والله، زعما هاد اليوتيوب ما بقاش عنده رقابه، ولاو تشجيع على ان الوحده تقدر تخرج تضرب فمها، تضرب في باها، الاب يعاير ولادو ويجي يدخلهم للحبس. زعما راه قمه الانحلال الاخلاقي كنشوفوه في هاد اليوتيوب. جميع الانواع ديال الرداءه كتشاف، جميع انواعها كتشوف فيها. علاش؟ لان ما كايناش رقابه. حنا الرقابه اللي تحطات، اللي القوانين اللي تحطات قالتها دوزام وحطاتها، راه ما بغيناهاش تكون قوانين صوريه، بغيناها تطبق وتكون زجريه، تطبق على ارض الواقع. فعلا هاد النماذج خاصهم يتحيدوا، خاصهم يتحيدوا. شنو كديري مثلا انت؟ شنو كتقدمي لنا مثلا في اليوتيوب ديالك؟ كتسمعي النواوي؟ ياك انت الفيديو كديري اولا كديري اللايف كتشبعي فمك معيور، وهو كذلك كيجلس زعما مسكين، سبحان الله العظيم، يتمسكن تيتمسكن مسيماهم على وجوههم. وهي بعد هذيك مراتو الله يطليكم بعضياتكم، هي بعداك وكان فيها الاصل ما غتخليش تقول لك لا. شوفي يا بنتي، انت بينك وبين امك ما تخرجيش تعايريها، ما تخرجيش تعايريها. وهو بعدا انا ما فهمتش كيفاش دايره فيه الثقه، هو تقولها بعدا مع راسها. حنا بعدا هادشي اللي كنقولوا، ما يديرش الثقه. خليها المثل المصري اللي كيقول لك اللي خديتو القرعه تاخذوا ام الشعور، اللي خداتو الاولى غتاخديه حتى انت غتشربي من نفس الكاس اللي شربات منه الاولى. والفيلم قريب ودابا تشوفوه. هادشي كامل غيسالي، لان الله يمهل ولا يهمل. هادشي كلشي اللي عطاتو، هاد السريعه اللي عطاتو سعاد، كلشي غتشربو حتى هي من نفس الكاس، غتشربو من نفس الحر ومن نفس الظلم ومن نفس القهر، غتشربو حتى هي. علاش؟ باش تحس بداكشي اللي كتحس بيه سعاد وتحس بيه كل مظلوم. فهمتي؟ انا ما فهمتش كيفاش كتامن ليه، تقول هاد السنين كامله والمراه اللي ضربت معاه تماره والمراه هادي وما عقلتش عليه، ولادو ما عقلوش عليها. اذا انا حالي كيفاش غيكون؟ كيفاش كتامن ليه؟ كيفاش كيقدروا ينعسوا في الليل وهما مامنين لبعضياتهم؟ ولا الخبز كيقلب على الخبز، والدناءه كتقلب على الدناءه. راه هادشي اللي كاين. يقول لك احنا باغيين يفرقونا. اش غيفرقوكم؟ زعما نتوما اصلا راكم مفرقين، راكم مشتين، راكم مدمرين. راه نتوما غير باغيين تضحكوا على المشاهد وتبينوا ليه الصوره ديالكم. نتوما اصلا راكم في الشتات، راكم في الدمار. لان الانسان ملي كيكون عايش مع وحده مسخوطه وراضي عليها حيت سوا ساقطه وعايش غير بالعرق ديال الوليدات ديالو، ما كيخرجش انه يضرب تمار على كتافو بحالو بحال سيادو، عايش في دمار وعايش في تشتت، مولف ياكلها بارده. اش من الرجوله اللي بناتك كيخدموا عليك؟ اش من الرجوله اللي مراتك كانت تخدم عليك؟ اش من الرجوله؟ حنا كنهضروا وكنقولوا التكافؤ مزيان، المراه والراجل يتعاونوا مزيان، لكن باش الراجل يبقى جالس في الدار وبصحته وبكامل قواه العقليه وبكامل صحته وتخليه تمشي المراه هي اللي تخدم، اش من الرجوله هذه؟ اش من الرجوله؟ ما فهمتش صراحه. هاد الشيء ولا عيب وعار على اليوتيوب المغربي، عيب وعار على اليوتيوب المغربي. كون كانت في حس الرجوله ما تخرجش بناتك يضربوا فمهم، ومن هذاك الضرب ومن هذاك الشتم ومن هذوك الاهانه باش تبني وباش تفرش الدار وباش تخرج وباش تسارى وباش تاكل وتخشيهم في كرشك. وكانت فيك الرجوله غادي تسد القناه وغادي تمشي تخدم على كتافك، ولا تحليتي قناه غادي تحلها بشي محتوى اللي تفيد بيه الناس، ماشي تحلها بالاهانه وتزيد بناتك يضربوا فمهم. راه عيب شي كلشي. علاش؟ حيت امهم سعاد ما بقاتش قاده تصبر، فيضت لهم الكاس، هضرت لهم وجبدت لهم المستخبي اللي كان في قاع الخابيه، جبداتو لهم وراتو لهم، فهو مرضاش وكيحاربها، وبناتو شاد عليهم الادله. علاش؟ يجيبوا في الفيديوهات ويبقى يقول لها يا كبنتي باش في المحاكمه وفي الجلسه هاد الدليل لا قلتي شي حاجه انت علاش؟ اذا دابا انت تضارب في الاقوال. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ راه كنتي كتبين شي حاجه راه كتبين على القمه وحده الدناءه والانحطاط ديالك. راه هذاك الفيديو ديال المقلب راه صراحه راه انت مقلب اصلا، انت مقلب كتضحك. والله ما فهمش واتاتك الضحكه وهي واتاتها الضحكه وبناتك واتاتكم ضحكوا على دمعه ديال وحده مظلومه. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. بغينا حنا القانون وبغينا كيف ما نقولوها، حنا بغينا هاد القنوات هذه تكون قنوات هادفه اللي كتستهدف جميع القنوات اللي كتسيء سواء للسمعه المغربيه او للمراه المغربيه او للمجتمع المغربي باي صوره. بغيناهم نحاربوها وتكون عبره لمن لا يعتبر.
كنتمناو هاد القوانين ما تكونش قوانين سوريه، تكون قوانين على ارض الواقع وتطبق عليهم كاملين. حنا ما كرهناش صوتنا يوصل للمسؤولين باش ياخذوا الاجراءات اللازمه في هاد الكارثه هادي، في حق هاد العقوق ديال الوالدين اللي ولا على المباشر ولا على المباشر، ولا من حسيب ولا من رقيب. حنا ما بغيناش هاد الشيء، ما بغيناش هادي تخرج، لان من بعد غادي يخرجوا لينا بزاف، وغادي يجي واحد الفيضان اللي ما غاديش نقدروا نحبسوه، فيضان ديال عقوق الوالدين، فيضان ديال الانحلال الاخلاقي، فيضان ديال الميوعه، فيضان ديال انعدام الرجوله. راه ما بغيناش هادشي كلشي باش غادي غيوصل باللايكات ديالكم، بالبارطاج ديالكم. ما تبخلوش علينا بارائكم في التعاليق، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.